الحالة تقديرية للحكم هاي فيها 100%. تقدير تقديرية يعني صفرة. الحكم انت شو تقول؟ ما هي صفرة بس على فكره ما حسب اي شيء. لا لا انت فاول معي. لا لا ما حسب. ناخذ الفاصل الاخير قبل ما نروح حق الفاصل الاخير. هذه من بوتبكي مطرشها مني. بشكل سريع خلينا نتكلم على موضوع كريم بضيف والعقوبة اللي صدرت ضده. أول شيء نشكر اتحادنا القطري لكرة القدم أن أو لجنة الانضباط أنها كانت اتخذت قرار انضباطي وجريء جدا باتجاه اللاعب كريم بضيف. وكما احنا ننتقد لابد ان احنا نشيد، لأن لجنة الانضباط كانت لها كلمة يعني الكلمة العليا فيما حدث في هذه المباراة من ما شابه ذلك. إيقاف كريم بضيف 6 شهور وتغريمه 300,000 ريال. تدرون أن هذه العقوبة 6 شهور وكأن اللاعب مصاب برباط صليبي لا سمح الله. والرباط الصليبي اليوم على فكرة مع التطور وهي أسوأ يعني إصابات كرة القدم صارت حتى علاجها أقل من 6 شهور، وصل إلى 3 شهور مثل ما شفنا مع فالكاو الكولومبي. وتطور العلاج وفي نفس الوقت تطور العلم فيه وخففها من 6 شهور في الإصابة إلى 3 شهور. احنا اليوم على فكرة لا نعترض أبدا على قرار لجنة الانضباط، بل نحييهم على جرأتهم بين قوسين حطوها، لأن يعني نادر ما نسمع أن لجنة الانضباط تأخذ مثل هذه العقوبة القوية. وخلينا نقول لكم بأمانة وبصراحة، يعني احنا يوم تكلمنا في المجلس من أسبوع على الموضوع كنا قاسيين في كلامنا، وكنا يعني المباراة توها مخلصة ب20 دقيقة وجات الحالة هذه، واحنا جايين على فكرة ومتضايقين من تصرفه، فكان عندنا شوي العصبية أكثر، وكنا معصبين على حال. أكلمكم بصراحة كنا يعني اللي سواه في ذيك المباراة كان أوفر وايد، تصرف غير مسؤول منه، وتصرف غير مسؤول حتى في حذف إشارة القيادة وضربة للاعبين. بالعكس تصرف مرفوض رفض تام. بس بصراحة انصدمنا من القرار أنه 6 شهور، مدة الإيقاف جدا طويلة حقيقة. فإحنا ما نقول شيء، لجنة الانضباط اتخذت القرار، نحن نحترم لجنة الانضباط ونحترم القرار، ولكن لنضع في الاعتبار أن 6 شهور وكأنك تنهي حياة لاعب كرة قدم. يعني أنت ب6 شهور أعطيته موسم كامل حقيقة. فإحنا ما نطالب بشيء، ولكن نطالب مثل ما نقول أن الواحد ينظر إلى الحالة هذه، أن أنا عاقب اللاعب وممكن أعطيه يعني 5، يعني في العرف مثلا الواحد يتوقع صراحة 6 مباريات 5 مباريات، يعني إذا بأجرم فيه 8 مباريات هاي يعني. والغرامة المالية على فكرة مفتوحة عندك. يعني أنا يعني أتمنى أن العقوبة هذه على أساس ما أقضي على لاعب كرة قدم، حرام أنا أكلمكم بأمانة، لا ممكن أسويها 4 مباريات 5 مباريات، لكن العقوبة المالية كيفكم عشان يحس بالمسؤولية. لأن في شغلة أنا ممكن أخسر اللاعب، والنادي يخسر اللاعب، المنتخب يخسر اللاعب، وممكن في النهاية يحط ريل على ريل، خلاص ما يبوني أوكي كيفهم. لكن إذا إحنا جينا حق الناحية المادية، أتصور أي إنسان فينا ينقطع منه فلوسه، راتبه، معاشه، رزقه، مكافأته، لا هني راح يحس فيها، وخصوصا إذا المبلغ كان كبير. أنا ما أكلمكم على مبلغ بسيط. فأتمنى من لجنة الانضباط وكل أمنياتنا الصادقة
ان يعني انه يكون في تخفيف كبير حق عقوبه هذا اللاعب من 6 شهور الى اقل ما يمكن، ولكن مع الوضع في الاعتبار الغرامه الماليه ممكن تزيد. لا ابرر تصرفه ابدا، بل احنا تكلمنا وقاتلنا من اجل ان هذا اللاعب يتوقف ويعاقب، ولكن والله العظيم اني صدمت من قرار ايقافه، بل ان اغلبيه الاسره الرياضيه صدمت من قرار الايقاف اللي وصل لمده 6 شهور. هو قرار تاديبي في النهايه. حتى في الخليج العربي تكلموا عن قرار الايقاف 6 شهور، حتى في انديتنا وبين لاعبينا والاداريين والاعلاميين والشارع الرياضي بكل صدق حقيقه كانت يعني الى 6 شهور، خصوصا ان قبل 3 مواسم نرجع ورا 3 مواسم بس كانت في مشكله كبيره عندنا في الدوري بين البرازيلي نيني لاعب نادي الغرافه وحسين حسين خرجه اللاعب المغربي لاعب العربي في ذاك الوقت. صارت مشكلة كبيرة وفي الملعب وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية مش المحلية، وكان قرار لجنة الانضباط في ذيك الفترة إيقاف 10 مباريات لنيني و300 ريال 300 ألف غرامة. ونيني 9 مباريات إذا ما خاب ظني. فإحنا اليوم ما نبي يعني احنا نقول بس كمقارنات سريعة ونذكركم أن الذكرى تنفع المؤمنين، لا نتدخل في عملكم، ولكن احنا نطرح لكم على طاولتكم أن لربما يكون 6 شهور إنهاء لحياة رياضي أو لاعب رياضي، ونقول نحييكم على قراركم الجريء، نهنيكم على قراركم القوي، نهنيكم على الرادع الفعلي اللي أنتم اتخذتوه وسرعة اتخاذ القرار ما أخذ يمكن 2 أو 3 أيام بالكثير، كان قرار طارئ للجميع، ولكن نتمنى أيضا الرؤية إلى اللاعب أنه هو كلاعب كرة قدم قد ننهي مسيرته كلاعب كرة قدم 6 شهور. لكم القرار في النهاية، وهذا ما أودنا أن نتكلم عنه، وخصوصا أن اللاعب طلع واعتذر وقال عندي كان ظروف عائلية واشحنتني في الملعب. على فكرة إذا جاء الموضوع على جمال بالماضي أو بعض اللاعبين عندهم ممكن الواحد ترى يقول لكم خذوا راحتكم، هاي صدق. أنا ما أحب التعالي أو الغرور أو التكبر على الناس، لكن كريم بضيف لو نرجع في ماضيه الآن بشكل سريع لا أذكر تماما، وحتى الإخوان كلهم اللي موجودين إذا واحد فيهم يذكر يقول لي أن كريم بضيف كانت له الحالة الفلانية أو الفلانية اللي يخلي الواحد يعزز عليه، لا زين سويته فيه. نحدد خالد، نحدد. أنت قلت تقول كل التحية للجرأة للانضباط. نعم. لجرأة القرار. اي نعم. والحين تقول لا 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 لا, لا.